حمدان كرة خطيرة يحاضر بيبيس وكرة جول، كرة جول، الهدف الأول ميشيل ديلغادو. الهلال بنوره يسجل حضوره ويسعد جمهوره. الزعيم الأزرق ما أجمل لونه وما أقوى جنونه. هذا هو الهلال، حارق وهاج، فتاك وغازل الشباك، هو ميشيل ديلغادو وحده. البداية كهربائية للفرقة الهلالية. أول أهداف الهلال في البطولة العربية بلمسة سحرية لديلغادو. مشعل برشم يعاين الأضرار في هذا المشوار. 1-0 للزعيم الهلالي. قلت مشاهدينا الكرام منذ لحظات إلى أي حد سيبقى صامت دفاع السد. أرق سلمان أكرم عفيف، يعدي عفيف التسويق، رايع المايوف، خطيرة، جول. فعلا السفاح بغداد بولجاع. السد العالي هذه الليلة، السد هذه الليلة عالي بأقدام قوية برأسية نارية. هذه الكرة عليها صد باليسار وبغداد بولجاع بكامل النجاح يأتي التعادل لفريق السد. 1-1 بين الفريقين. هدف مغناطيسي للسفاح بولجاع. كبير ولا كبير؟ القناص الجزاء كنيع. عفيف بالراس، خطيرة، والهدف الثاني لفريق السد القطري. هدف غدار منذ بداية المشوار. السد القطري لأول مرة في المباراة يأخذ الأسبقية. هذه هي الكرة بالراس، طارق سلمان يغالط عبد الله المعيوف ويأتي الهدف الثاني. والهلال في الشوط الثاني يعاني. زايم الكرة القطرية بألوانه القوية لأول مرة يأخذ الأسبقية ويقلب الدولة على فريق الهلال. حسنة كبيرة من ياسر الشعراني. تركيز كبير من سالم الدوسري من أجل التعديل. يتقدم سالم الدوسري، جول، الهدف الثاني. الهلال بهمة الرجال يعدل النتيجة في الدقيقة 67. فرحة جماهيرية بركانية، والهلال يتوهج من جديد في هذا المجال. مباراة القمة، نار يا حبيبي، نار بين الهلال والسد. 4 أهداف في المباراة يتقاسمها الفريقان بالتساوي. أكرم عفيف، بغداد بولجاع، التسويق والهدف الثالث. غدارة. هذا هو فريق السد القطري في الوقت القاتل. يغارد عبد الله المعيوف ويعطي الأسبقية
للصد القطري بتعجب. ماذا يقول الحكم؟ ماذا يقول الحكم الموريتاني؟ طبعا 3 أهداف لهدفين. هذه الإعادة كريم عفيف. اوتافيو عالية الكرة لبغداد، بونجاح والتسويب رائع، والهدف الثالث لفريق الصد. قلت لكم مشاهدينا الكرام هنالك كرة غدارة، هنالك كرة غدارة